أهلا يا أصحاب. أنا سيمبا الأسد القوي، ورجعت لكم النهاردة عشان نحكي عن صفة لو تمسكتوا بيها هتغير حياتكم: الصبر. عارفين يا أصحابي، إحنا في زمن كله سرعة، الكل عايز النتائج حالا، واللي بيستنى بيحس إنه بيتأخر. لكن الحقيقة إن الحاجات الحلوة الكبيرة بتاخد وقتها عشان تكبر وتتكون. زي البذرة اللي بتزرعها النهاردة ما ينفعش تلاقيها بكرة شجرة مثمرة، لازم تسقيها وتعتني بيها وتصبر عليها. الأسد الحقيقي مش بس قوي بعضلاته، لكنه قوي بقلبه وصبره، لأنه يعرف إن المعارك الكبيرة ما بتكسبهاش في يوم وليلة. ساعات الطريق بيكون طويل، لكن الصبر هو اللي يخليك تكمل لحد ما توصل. ولو حسيت في نص المشوار إنك تعبت أو زهقت، افتكر دايما إن الفرج قريب، يمكن أقرب مما تتخيل. وربنا بيختبر صبرنا مش عشان يعذبنا، لكن عشان يجهزنا للخير اللي جاي. خليك فاكر، الصبر مش معناه الاستسلام أو إنك توقف، الصبر معناه تكمل وإنت مؤمن إن النتائج هتيجي في وقتها الصح. وفي النهاية يا أصحابي، افتكروا إن الصبر زينة القوة، وإن اللي يعرف يصبر هو اللي يعرف يعيش مرتاح حتى وسط العواصف. شكراً ليكم على وقتكم الحلو النهاردة، وأوعدكم نكمل في المرات الجاية بحكم تانية تدي قلبكم قوة ونور. خليك صبور، خليك قوي، وربنا معاكم دايماً.